هل ممكن الصدفة تحمي 154 طفل من انفجار قنبلة في أوضة مساحتها ما تزيدش عن 30 متر؟ ولا في قوة تانية اتدخلت عشان تمنع الكارثة دي كانت هتحمي جيل كامل من مدينة صغيرة؟ النهاردة هحكي لكم قصة فيلم حقيقية، مشاهدات الأطفال اللي كبروا والأهالي اللي عاشوا الرعب، حكاية عن راجل قرر ينهي العالم وأطفال شافوا حرس مفيش حد غيرهم قدروا يشوفوه. قبل ما نغوص في التفاصيل، القناة محتاجة دعمكم، الريتش واقع جدا واللايك بتاعك هو اللي بيخلي القصص دي توصل. يلا بينا نشوف ايه اللي حصل في 16 مايو 1986. الفيلم بيبدأ في مدينة كوكوفول، مدينة هادية جدا، مدينة كل عارف فيها بعض. بنتعرف على ديفيد يونغ وزوجته دوريس. ديفيد مش مجرد مجرم عادي، ديفيد كان ضابط شرطة قبل كده في نفس المدينة، وده اللي خلى الموضوع مرعب أكتر. ديفيد كان شخص عبقري ومجنون في نفس الوقت، كان مؤمن بنظرية العالم الجديد وإن الدنيا هتخلص، وقرر إنه لازم يجمع مبلغ كبير من الفلوس عشان يحقق نبوته المجنونة. بنشوف ديفيد وهو شغال بتركيز مرعب بيجمع المواد الكيميائية والمسامير والخردة وبيربط القنبلة بخيط في إيده. ديفيد ما كانش ناوي يسرق بنك، ديفيد كان ناوي يسرق مستقبل المدينة، كان ناوي يسرق أطفالها. في 16 مايو الساعة 1 الظهر، ديفيد ودرويس دخلوا مدرسة كوكوفول الابتدائية. ديفيد كان شايل شنطة القنبلة ومسدس، ودرويس كانت شايلة شنطة مليانة أسلحة. ديفيد ما كانش بيصرخ، كان بيتكلم بهدوء مرعب، وطلب من المدرسة إنها تجمع كل الأطفال والمدرسين كلهم في أوضة واحدة. 154 شخص منهم 136 طفل اتحشروا في أوضة صغيرة جدا. ديفيد رسم دايرة في نص الأوضة وحط القنبلة فيها وقال: أنا دلوقتي الإله في الأوضة دي وكلكم رهائن لثروتي الجديدة. تخيلوا 154 بني آدم في أوضة واحدة، والجو بدأ يبقى حر والأكسجين بيقل. ديفيد كان قاعد في نص الدايرة والمسدس معاه والقنبلة مربوطة في صبعه، أي حركة غلط الأوضة هتتحول لرماد. على الجانب التاني بنتعرف على الشخصية المحورية في الفيلم، رون هو المحقق اللي بيحاول يحل القضية، لكن بيواجه أزمة أكبر بكتير. هو إنسان عقلاني جدا، ما بيؤمنش بالمعجزات، وبينه وبين زوجته خلافات بسبب الإيمان. لما رون بيعرف إن ولاده جوسون وإيمي جوه المدرسة مش عارف يعمل إيه. بره المدرسة بنشوف القناصة والشرطة، بيحس بعجز تام. هو محقق شاطر بس مفيش قانون يقدر يمنع مجنون ماسك قنبلة وسط 150 طفل. هنا الفيلم بيطرح سؤال: لو العالم فاشل والمنطق فاشل والشرطة فشل، ايه اللي ممكن ينقذ الأطفال؟ جوه الأوضة الأطفال بدأوا يتعبوا. درويس زوجة ديفيد كانت بتحاول تهدي الأطفال بطريقة كويسة، كانت بتوزع عليهم ألعاب، لكن ديفيد كان بيفقد أعصابه مع كل دقيقة بتعدي. الأطفال بدأوا يتصرفوا بهدوء غير طبيعي. بنشوف جوسون ابن رون وبيبص في زوايا الأوضة. الأطفال بعد كده في التحقيقات قالوا إنهم في اللحظات دي شافوا ناس لابسين أبيض واقفين في الأوضة، شافوا أجدادهم اللي ماتوا وهم بيقولوا لهم: ما تقلقوش، قربوا من الشبابيك، ابعدوا عن الدايرة. المدرسين حاولوا يسيطروا على الموقف، عملوا دائرة صلاة بصوت واطي جدا عشان ديفيد ما يسمعهمش. ديفيد كان بيسخر منهم وبيقول لهم: مفيش حد هيسمعكم. لكن اللي ديفيد ما كانش يعرفه ان القنبلة اللي هو صنعها بإيده كانت بتتعطل فيزيائيا بفعل قوة مجهولة. بعد ساعات من الضغط، ديفيد حس انه محتاج يعمل حاجة تانية، وربط خيط القنبلة في ايد مراته درويس. في لحظة غفلة درويس حركت ايديها حركة فجأة، الأوضة اتحولت لفرن لنار، الدخان الأسود ملأ المكان، والشياظ المسامير طارت في كل حتة. قنبلة انفجرت فعلا، وكل اللي بره المدرسة بما فيهم رون صرخوا صرخة واحدة كأنهم متأكدين إن مفيش حد هيطلع عايش. لكن هنا بتحصل المعجزة الحقيقية. الأطفال بيحكوا إنهم شافوا أجنحة وأشخاص بيغطوا جسمهم ومخارجين. الدخان كان كتير بس في نور كان بيواجههم للشبابيك، اللي خلى خبراء المفرقعات والعلماء يقفوا قدامه عاجزين. وهنشوفوا ازاي رون الأب المحقق اللي كان بيحاول يهرب من الحقيقة اللي عينه شايفاها. بعد الانفجار قنبلة انفجرت، المدرسة اتحولت لمكان ملوش ملامح. النار كانت بتاكل في السجاد والحيطان، والدخان الأسود اللي ناتج عن المواد الكيميائية كان كفيل يخنق أي حد في ثواني. القنبلة كانت مصممة إنها تبعد في مسار دائري، يعني المفروض مفيش سنتيمتر في الأوضة يكون عايش، لكن اللي حصل كان حاجة تانية خالص. الأطفال بيحكوا إنهم شافوا دوائر من الضوء حواليهم.
المدرسين والأولاد بدأوا ينطوا من الشبابيك وجوه الأوضة. ديفيد يونغ خرج لقى مراته دلويس بتتحرق والنار ماسكاها، فبدل ما ينقذها ضرب عليها النار عشان ينهي عذابها، ودخل قافل على نفسه وانتحر بره المدرسة. رون كان بيجري زي المجنون، شاف بنته إيمي خارجة وشها أسود بس سليمة، مسكها وهي بتترعش وسألها فين أخوك جوسون؟ البنت ردت بجملة غريبة جوسون كان مع الست اللي كانت واقفة فوق. رون ما كانش فاهم يعني إيه الست اللي واقفة فوق، واعتبر إن ده تخريف من الصدمة. رون بصفته محقق بدأ يجمع الأدلة، جابوا خبراء مفرقعات عشان يحللوا ليه المدرسة ما تهددش فوق دماغ الأطفال. النتيجة كانت غريبة، القنبلة كان فيها 5 مكونات، لو اشتغلوا مع بعض كان الانفجار هيمسح الجناح كله من الخريطة، لكن السبب مجهول. 3 خيوط من القنبلة اتقطعت لوحدها قبل الانفجار بجزء من الثانية. مادة البنزين اللي كانت في الجلونات اتملت في اتجاه عكس الأطفال، كان في حيطة صد منع النار إنها تمشي في اتجاههم. والأغرب إن المواسير اللي كان ديفيد حشها مسامير وقطع حديد عشان تعمل أكبر قدر من الضحايا انفجرت لبره مش لجوه، وكان في إيد ضغطت على الانفجار عشان ما توسعش. رون كان بيسمع التقرير ده ومش عاوز يصدق، كان بيقول لزميله أكيد ديفيد كان غبي وغلط في الحسابات، لكن زميله قال له ديفيد كان خبير مفرقعات في الجيش يا رون، الاحتمال إن القنبلة دي تفشل بالمنظر ده هو 1 في المليار. شهادات الأطفال، رون بدأ يلاحظ إن أطفال المدينة كلهم بيحكوا نفس القصة بالتفاصيل رغم إنهم ما قعدوش مع بعض. ابن جوسون بدأ يرسم رسومات غريبة، رسم الأوضة ورسم الأطفال ورسم أشخاص منورة واقفين ورا كل طفل. رون قعد مع جوسون وقال له يا ابني انت كنت خايف فبدأت تتخيل بس. جوسون بصله بمنتهى الهدوء وقال له يا بابا الست اللي كانت واقفة ورايا قالت لي انك هتيجي تاخدني، وقالت لي اني لازم ابقى شجاع. هي كانت لابسة أبيض وشبه الصورة اللي في ألبوم العيلة القديم، شبه جدتي اللي ماتت قبل ما أنا اتولد. رون هنا اتجمد مكانه. جوسون وصف ملامح جدته بدقة مذهولة، ووصف لبس كان مدفون معاها وعمره ما شاف صورتها ولا حتى حكى عنها. رون هو المحقق بيؤمن بالدليل المادي، ودلوقتي الدليل المادي قدامه هو رؤية طفل ما يعرفش حاجة عن الموت. الفيلم بيتعمق في علاقة رون وزوجته. زوجته كانت مؤمنة جدا وبتقول إن ده تدخل إلهي. رون كان بيصرخ لو في إله اللي يسمح لمجنون يدخل مدرسة أصلا ليرعب 150 طفل لمدة 3 ساعات. رون مش قادر يفرح بالمعجزة لأنه لسه مسجون جوه الخوف. بدأ يلف في المدرسة المحروقة بالليل لوحده ماسك الكشاف وبيدور على أي تفسير علمي. لقى آثار على الحيطة بظل إنسان بس مفيش جثة قريبة منه، كأنه ظل لشخص كان واقف بيحمي طفل واختفى وساب آثار على الحيطة المحروقة. في اللحظة دي رون بدأ ينهار، بدأ يدرك إن العالم مش بس أرقام وتحقيق، إن في رحمة اتدخلت في اللحظة اللي البشر فيها رفعوا إيديهم. الفيلم هنا مش بيقدم إجابة سهلة، هو بيخليك تعيش وجع رون، وهو بيحاول يتصالح مع فكرة إن المعجزات ممكن تحصل حتى في أوضة ضلمة مليانة برد. إيد كانت بتحاول تحمل الأطفال بجسمها. الفيلم بيوريك إزاي هي كانت بتشوف الأطفال وهم بيبتسموا في عز الخوف. إيد حكت إنها شافت الأطفال بيكلموا الفراغ لما سألتهم لولا إن إحنا بنلعب مع الحراس اللي انتوا مش شايفينه. الفيلم بيتعمق في فكرة براءة الأطفال وكأنها هي الدرع. ديفيد يونغ كان بيزداد جنون لأنه كان حاسس إن سيطرته بتضيع مش بسبب الشرطة لكن بسبب الهدوء، وكأن الأوضة اتقسمت لعالمين، عالم ديفيد المليان كره وموت وعالم الأطفال المليان نور وحماية. بنشوفه وبيحاول بالمنطق يثبت إن ابن جوسون بيتهيأ، بيجيب ألبومات الصور القديمة اللي ابنه عمره ما شافها وبيفتحها قدامه. رون بيوري جوسون صورة مجمعة فيها أكتر من 20 ست وبيقوله شاورها على الست اللي شفتها في الأوضة. رون كان متأكد إن ابنه هيغلط أو هيختار أي حد، لكن جوسون بمنتهى البراءة حط صباعه على صورة جدته أم رون اللي ماتت قبل سنين من ولد. رون في اللحظة دي إيده بدأت تترعش، ما كانش بس مجرد اختار صورة، لأ جوسون قال يا باب هي كانت لابسة العقد اللولي ده وقالت لي إنها فخورة بيه. رون انهار. العقد ده بالذات كان رون هو اللي اشتراه لأمه قبل ما تموت، ومفيش أي حد يعرف المعلومة دي غيره. هنا الدرع الحقيقي اللي رون باينه حوالين نفسه اتكسر تماما. بدأ يفهم إن بنته وابنه ما طلعوش من الأوضة بالصدفة، دول طلعوا بدعوة مستجابة. خبراء المفرقعات جابوا القنبلة اللي صنعها ديفيد كان حاطط بنزين ومسامير
ومواد كيميائية بطريقة تخلي الانفجار يطول المدرسة كلها. الخبراء اكتشفوا إن في سائل اتدلق على الأسلاك الحساسة للقنبلة قبل الانفجار بثواني. السائل ده عمل مسك خلى أجزاء معينة متنفجرش. لما سألوا الأطفال حد فيكم دلق مية على الشنطة، الأطفال كلهم قالوا لا، احنا ما لمسناش الشنطة، بس شفنا الناس اللي لابسين أبيض وهم بيحطوا إيديهم فوقها. ناس شافوا حروب وانفجارات، بس أول مرة يشوفوا قنبلة بتقرب تنفجر في اتجاه واحد وتسيب الباقي. العلم هنا وقف وقال أنا ماليش تفسير، دي معجزة. في مدينة كوكوفول بعد الحادثة بشهور، المدينة دي ما اتقتلش فيها ولد رغم إن القنبلة انفجرت وسطهم. بنشوف إيد المدرسة وهي بتحاول تتعامل مع الصدمة. إيد كانت بتخاف من وسط القفل أو خبط الباب، بس لما كانت بتبص في عيون الأطفال كانت بتشوف سلام غريب. الأطفال في كوكوفول ما كانوش بيعانوا من كوابيس زي أي ناس في حوادث تانية، بالعكس كانوا بيحكوا لأصحابهم لسه بيشوفوهم في أحلامهم إن المعجزة ما خلصتش بالنجاة من النار، لا، المعجزة استمرت بشفاء النفس سريع للمدينة كلها. رون نفسه اتغير، ما بقاش الراجل الناشف اللي بيحاسب مراته على إيمانها، بقى هو اللي بياخد إيديها ويروح المدرسة يصلوا لروح الأطفال اللي عاشوا. بنشوف ابن ديفيد يوم بيظهر في المدينة. تخيل شعور المدينة تجاه ابن الراجل اللي كان هيقتل عيالهم. هنا المعجزة الحقيقية بتظهر في التسامح. أهل كوكوفول ما هجموش على الابن، بالعكس حضنوه لأنهم أدركوا إن الكره هو اللي صنع ديفيد وإن الحب هو اللي أنقذ أولاده. رون قعد مع ابن ديفيد وقال له أبوك كان مريض، إحنا مش هنسمح لمرضه إنه يعادينا بالكره. دي كانت اللحظة اللي رون فيها انتصر. بنشوف رون واقف قدام الحيطان المحروقة في الأوضة، المكان المفروض يكون مقبرة. كان واقف قدام القنبلة منع شيوز إنها تروح ناحية الأطفال. رون نزل على ركبه، الدموع اللي كان كاتمها طول الفيلم انفجرت. الدموع اللي كان كاتمها جوه قلبه ما كانش بيبكي من الخوف، كان بيبكي من الصدمة. صدمة إن العالم اللي هو فاكره مات بحسابات ورقة وقلم طلع فيه رحمة أقوى من أي قوانين. اللحظة دي كان بس جدران محروقة ولامس إيد ربنا اللي اتدخلت في اللحظة اللي كل فيها استسلم للموت. الرسالة الحقيقية مش عن مجرم مجنون، هي عن قوة. الأطفال في كوكوفول ما كانوش بيحاولوا يحللوا الموقف بالمنطق، هم ببساطة طلبوا المساعدة والمساعدة جت. الفيلم بيقدم لنا حقيقة مرعبة، نهاية فيلمنا وبتطمنا في نفس الوقت إننا مش لوحدنا، إن في حراس حوالينا إحنا مش شايفينهم بسبب زحمة حياتنا وجحود قلوبنا. أطفال كوكوفول لما كبروا ما طلعوش مشوهين، طلعوا هم شايلين سر عظيم، إن النور يقدر يطفي النار، وإن الصلاة اللي طالعة من قلب طفل خايف يقدر تعطل قنبلة عن تفسير فشلها. عارفين اللي بيخلي القصة دي تقلب كيان أي حد؟ إنها حقيقية. السجلات الرسمية لولاية وينجو لسه محتفظة بآثار الظل اللي اتطبع على الحيطة في لحظة الانفجار. ظل الشخص مكانش موجود بجسد، بس كان موجود بروحه عشان يحمي الأطفال. يا جماعة احنا النهاردة محتاجين معجزة كوكوفول في حياتنا اليومية. محتاجين نصدق إن الضلمة اللي احنا فيها مهما كانت سودة فيها نور، نستني بس إننا نفتح الباب. أنا حاولت في الفيديو ده إني أتعمق معاكم بكل تفصيلة، من أول نفس ديفيد يوم كان مريض لحد لمسة الحراس النورانية للأطفال. عشان نوصل للرسالة دي المحتوى ده بياخد أيام من البحث والتدقيق عشان نوصل لكم بالشكل ده. قناتنا مش مجرد قناة حكاية أفلام، احنا قناة بتدور على المعنى ورا كل لقطة. زي ما انتوا شايفين الريتش بالحربي واليوتيوب بيحب المحتوى. فلو القصة دي لمست قلبك انت الحارس بتاع القناة دي دلوقتي. دعمك باللايك واشتراكك في القناة وتفاعلك للجرس واللي بيخلينا نستمر ونحكي قصص تانية تحيي فينا الأمل. اكتبلي في الكومنتات بكل أمان، هل تعتقد إن في قوة خفية بتحمينا في حياتنا واحنا مش واخدين بالنا؟ شارك الفيديو ده مع كل واحد حاسس باليأس، قوله إن الأطفال دول واجهوا الموت وجه لوجه وطلعوا بابتسامة وانت كمان هتقدر. شكرا لكل واحد كمل معانا للنهاية. انتوا عيلتنا الحقيقية. استنونا في فيلم جديد، خليك قريب.